لو لقيت الورق اللي انت شايفه قدامك اللي مكتوب عليه حاجات غريبه ورموز غريبه وبالذات باللون الاحمر، فاوعى ترميه في الزباله عشان ما تنضرش. ايوه يعني هنعمل ايه يا عم شريف فيه؟ يا عم اسمعني بس لحد الاخر كده وسمعنا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك. ما تنساش دايما ان الدال على الخير كفاعل. الورقه دي جات لي من واحده وقبلها جه من واحد وقبلها جه من واحد، والكلام ده متكرر عند كتير من الناس، فانا قلت لازم اطلع اتكلم واحذر الناس من الكلام ده. للاسف ده بيبقى واحد دجال ساحر مشعوذ، واحد مش محترم عامل عمل لواحده او لواحد عشان يوقف حاله او عشان يعطلها عن الجواز او عشان اي حاجه. طبعا ده ما بيعملش كده من فراغ، وانما بيجي له واحد تاني هو يعرف الشخص اللي عاوز يتعمل له العمل دوت ويكون بقى متضايق منه وحاسده ولا يتمنى له الخير، فيذهب لواحد دجال علشان يعمل له عمل ويوقف حاله. والخلاصه من الكلام ده علشان ما اطولش عليك ان انت لما تلاقي ورقه زي ديت انا عاوزك تجيب الورقه دي وتحطها في ميه. الميه دي ميه مقروء عليها بعض الايات القرانيه. زي ايه؟ ايات بسيطه جدا وانت اكيد حافظها. قل هو الله احد اللي هي سوره الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اللي هي سوره الناس، سوره الفاتحه، ايه الكرسي ودي انت حافظها طبعا في سوره البقره، الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخر الايه. والميه دي تكون موجوده في طست كده او في حله او في اي حاجه كده، اناء كبير. بعد ما تقرا الايات ديت تحط الورقه المخفيه المقرفه اللي انت شايفها قدامك دي جوه الاناء دوت وتسيبها فتره. هتسيبها قد ايه؟ لحد لما الحبر اللي عليها يسيح في الميه. تبص على الورقه بعد كده ما تلاقيش مكتوب عليها حاجه، كانها ورقه بيضه فاضيه خالص. اما انك انت تحرق الورقه الفاضيه البيضه دي او ترميها عادي مفيش مشكله، ويبقى بقى الحبر اللي جوه الميه. مش عايزك ترميه وتدلقه في الحمام في القعده اللي عندك في البيت، لا، وانما بكل بساطه شديده عندك في تحت البيت مثلا في شجره، في جنينه، في اي حاجه في الشارع محتاجه اسقيها وارميها في جنينه. المهم ان انت ما ترميهاش في القعده وانت بتدلقها تسمي الله، تقول بسم الله وانت نفسك تقرا ايه الكرسي عشان ما يحصلكش اي ضرر. والموضوع سهل جدا، اوعى تخاف. يا عم شريف يعني كده انا ما كنتش اتضريت والورقه دي كانت عندي في البيت؟ يا عم ما تخافش الحمد لله. وبعدين حتى لو اتضريت زي اي واحد بيجي له شويه مرض بيحصل ايه؟ بيروح للدكتور والدكتور يكتب له دواء ويمشي على الدواء ويبقى 100 فل و14. الدواء بتاعك وبتاعه بتاع اي واحد مسلم خايف ان هو ينضر من الكلام الفاضي دوت ومن الخزعبلات والدجل والشعوذه دي، انك انت اول حاجه تحافظ على الصلوات الخمسه في مواعيدها. لازم الصلوات الخمسه في مواعيدها. الراجل يصلي في المسجد والست تصلي في البيت في كل وقت. ما ينفعش انت تتاخري وقت على وقت وتقولي انا مش فاضيه، غلط. ده كده انت بتبقى اقرب للمس وللاذى. رقم 2 انك انت تقولي اذكار الصباح والمساء. وانت كمان على فكره الكلام للست وللراجل. اذكار الصباح والمساء دي بتتقال امتى؟ بتتقال مره بعد صلاه الفجر، تصلي الفجر من هنا وتقول اذكار الصباح اللي انا بنزلها كل يوم عندي على الصفحه لو انت بتابعني على صفحه الفيس. واذكار المساء بتتقال بعد صلاه العصر مباشره قبل المغرب ما يأذن. لازم الميعادين دول مهمين جدا عشان تحتاط وعشان ما تتاذيش. محدش يقول انا مكسل يا عم شريف ومش فاضي ومشغول. يعني انت مشغول عن الاكل والشرب، مشغول عن دخول الحمام، مشغول عن الشغل بتاعك اللي انت ملتزم بيه كل يوم من 8 للساعه 5. اشمعنى ما بتطنش الشغل؟ عشان خايف على الفلوس والمال. فانت لازم تخاف على نفسك وتخاف على عيالك وتخاف من العين وتخاف من الحسد وان حاجه تاذيك. فحافظ على الاذكار الصباحيه بتاعت اذكار الصباح والاذكار المساء بتاعت اذكار المساء في مواعيدهم. لو انت نسيت قدرا مثلا غصب عنك، فمش معناها ان انت نسيتهم انك انت تسيبهم، لا، برضه تقولها عادي. يعني لو صحيت الساعه 7 الساعه 8 الصبح وراحت عليك نومه قولهم برضه في الوقت ده. لو بعد العصر نسيتهم، انشغلت مره كده يعني فافتكرت بعد المغرب بعد العشاء قولهم برضه. احنا كده قلنا الصلوات الخمسه في موعدها، اذكار الصباح والمساء. رقم 3 حافظ على سوره البقره. لو انت مأذي فعلا يبقى لازم تقرا سوره البقره يوميا. وانت الكلام ده ليك انت كمان لو انتوا عندكم اذى شديد. طيب انا ما عنديش اذى قوي يعني، فاختمها كل 3 ايام. المهم ان انت تقرا سوره البقره دايما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سوره البقره. ليه يا رسول الله؟ فان اخذها بركه، ربنا هيبارك لك في كل حاجه وفي وقتك وفي عيالك وفي صحتك وفي عافيتك وفي فلوسك. وتركها حسره، اللي هيسيبها يتحسر بقى ما يلومش غير نفسه. ولا تستطيعها البطله ان هم السحره مش هيعرفوا يعملوا معاك حاجه ولا الدجالين ولا مش عاوزين. رقم 4 انا عاوزك اصلا سوره البقره تتقرئ لوحدها في البيت. يعني لوحدها يعني على موبايل، على فلاشه، على لابتوب، على كمبيوتر، المهم البيت على طول شغال فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ينفر، يعني بيفر وبيجري، ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلو انت عندك بقى خيالات قدامك، في عين، في حسد، حاسس ان في امور كده غريبة، بتشوف كوابيس كتير، دايما سورة البقرة تشغل 24 ساعة، تخلص وتشتغل تخلص وتشتغل وهكذا. ما توقفهاش في البيت لو انت فعلا من النوع المأذي دوت. فاكرين المية اللي انا قلتها لكم تقرأوا عليها في اول الفيديو وتحطوا فيها الورقة ديت؟ المية دي بعد ما تقرأ عليها الآيات القرآنية انا نسيت اقول لك ان انت ممكن تحط عليها سنة برفان، يعني تحط مسك
تحط كده ريحه معطره. في حاجه بقى مهمه عاوز اقولها لك، ان انت برضه ممكن تجيب شويه ميه وتقرا عليها نفس الايات اللي احنا قراناها في الاول، ايه الكرسي، سوره الفاتحه، سوره الاخلاص، سوره الفلق، سوره الناس، سوره الزلزله، وتبدا تقراهم وتشرب الميه دي عادي لو انت حاسس ان في دايما وجع في جسمك او بتشتكي من حاجه والحاجه دي ملهاش اي علاج عضوي عند اي دكتور، فممكن ده يكون بعض من الاذى وبعض من العين. ومحدش بقى يبعت لي في التعليقات يقول لي يا عم شريف تعالى عالجني، انا ما بعالجش حد، انا بقول لك على قواعد اساسيه تعملها ان شاء الله ربنا يشفيك، ما تعملهاش يبقى انت كده ما بتاخدش الدواء يا حبيب قلبي. زي ما تروح لدكتور وتقول له يا دكتور انا تعبان، يقول لك خد الدواء ده كل 8 ساعات، فانت تطنش الدواء وترميه في الدرج، يبقى ساعتها تروح للدكتور تاني يقول لك يا عم الحاج انت جاي تعمل لي ايه؟ ما انت ما خدتش الدواء، انا هضربك على ايدك عشان تاخده؟ خلاص بقى انت حر، وكل واحد بيشيل ليلته وكل نفس بما كسبت رهينه. يعني اللي بتشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. الله يبارك لكم، قربوا من ربنا وحافظوا على صلاتكم واذكار الصباح واذكار المساء، وما تقولوش انا مش قادر، مش حاجه اسمها مش قادر، تبقى الحقنه بتوجع بتروح تاخدها غصب عنك عشان ربنا يشفيك. نفس الكلام ده، خد الادويه دي والدواء اللي انا قلته لك من شويه ده، كل الاربع حاجات اللي قلتهم لك، وعلق قلبك بربنا، لان ربنا في الاول وفي الاخر هو الشافي المعافي. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اهم حاجه بقى من ده كله ان انت تعمل شيل الكلمتين دول عشان غيرك فعلا هو ممكن يكون مأذي او عنده ورقه زي دي، فممكن يقطعها ويرميها وما ياخدش باله، تبقى مشكله وممكن ينضر. فنقول له ازاي تتعامل مع هذه الورقه. حلو الكلام، كلام جميل. اوعى تنسى بقى قناه اليوتيوب اللي بعمل عليها كل يوم بث مباشر بعد صلاه الفجر في تفسير القران الكريم، بيبقى حوالي 10 دقائق او ربع ساعه. هي دي القناه اللي قدامك باسم شريف عبد الله. ما تنساش بقى البرنامج اللي في اول تعليق، ايوه برنامج ختمه، نزله عندك هتلاقي فيه قران كريم وفي اذكار صباح واذكار مساء لو انت مش حافظهم يعني، وفي اذكار موظفه. مهم جدا البرنامج ده. اوعى تنسى تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.